معلش بقى، فيديو النهارده ما فيهوش عرض حمام، وانا عارف ان الفيديو ده مش هياخد مشاهدات، لان كل فيديو انا بشوفه بيبقى بينجح بعرض الحمام اللي فيه. بس انا من الامانه تتحتم عليا ان انا اتكلم في كلام مهم زي ده، ورزقكم على الله، حتى لو مش هياخد مشاهدات، بس انا بقدم معلومه اللي انا شايفها صح واللي انا مؤمن بيها وعارف ان هي اللي هيعملها او يعني هينفذ الكلام دوت ويفهمه صح، هيعرف يطور من نفسه ويعرف يبقى غاوي بيكسب من حمامه، غاوي بيستمتع بالحمام. على الاقل خالص الحمام بيصرف على نفسه، مش عبء عليه. بعد ما جهزنا المكان في الفيديو اللي فات، قبل ما نشتري الحمام، طب حضرتك عارف عاوز ايه من الحمام؟ ما تردش بسرعه وتقول لي عاوز منه ايه، لان في ناس كتير بقالها سنين بتربي ولسه مش عارفه ان كل حاجه بنعملها بيبقى في غرض منها، وطبعا منهم الحمام. يعني لو ما فهمتش حضرتك عايز ايه من الحمام، بتربيه لهدف ايه، كل اللي هتعمله هتشتري وهتصفي وهتخسر، وترجع تحن تاني وتعيد نفس الكرة وبرضه هتخسر. ده بيبقى سببه ان حضرتك بتربي انواع مش لاقي نفسك معاها. وده الهدف من فيديو النهارده، ان احنا هنحاول نعرف قبل ما نشتري الحمام ايه الغرض ورا تربية الحمام. انا عايز اربيه ليه؟ عشان الباب اللي هبدأ فيه اكمل فيه لحد ما ابقى محترف وابقى زي كل الناس اللي بتكسب من الحمام. خليكم معانا. لو غاوي حمام وحابب تعرف كل حاجة عنه، يبقى ده مكانك. انا رامي العمدة، ودي قناتكم الحمام مع العمدة. اعمل ايه عشان افهم هدفي من تربية الحمام؟ لازم في الاول اعرف ان الحمام بينقسم لاقسام كتيرة. رقم واحد الزاجل، وده سيد الحمام طبعا. ولو حضرتك بتحب المنافسة والتحدي يبقى هتلاقي نفسك مع الزاجل. تاني حاجة حمامة نش، وطبعا اولهم الغزار بكل ابوابه، يعني الصوافات والمساويد والعادات، وبص والغزار والحمر الغزار والسود الغزار، كل الحاجات دي بنبقى اسمها حمامة نش. زائد كمان الباكستانيات، الشوام، المكنيرات، الكشك، كل دي اسمها حمامة نش. واللي بيربيها مش لازم يكون بينش. في ناس دلوقتي بتربيها لهدف الفرخ بس، او بتعملها معاملة الزينة، زي مثلا الغزار دلوقتي والصافات ناس كتير بتربيه بيبقى زينة، بتفرخ منه بس، لكن ما بتنشش ولا حاجة، لكن هي اساسا حمامة نش. فدي طبعا لو حضرتك غاوي فرخ ممكن تربيها. لو حضرتك بتنش وعايز طبعا كده هتنش، يبقى لازم مش هتطلع بره الانواع اللي قلتها دي، وطبعا اعلاهم الغزار. فدي لو انت هتنش وهتعمل لوفت يبقى هتفكر، حتى لو مش لوفت، لو هتبدا بحاجه صغيره وهتبدا في النش يبقى تختار من الانواع دي. لو انت بتحب الطيران وبتحب تشوف الحمام حر قدامك، دي حاجه تاني. تالت حاجه معانا حمامه زينه، زي اللونج فيس والجعفره والنفاخ وانواع كتير زينه. لو حضرتك بتحب تشوف شكل حاجه جميله، لو كنت اساسا مرجعيتك اساسا كنت غاوي عصافير او حاجه، هتلاقي نفسك مايل لحمامه الزينه. فاحنا بس سنه مع بعض عشان نفهم، وحاول تدي نفسك وقت ان انت تفكر قبل ما تشتري، عشان اللي هتشتريه النهارده تحاول تكمل بيه. خلينا فاهمين ان اللي بيصفي بيخسر، فاحنا عايزين النهارده لما نيجي نقرر هنعمل ايه واحنا حابين ايه هنكمل فيه ومقتنعين بيه، وباذن الله مش هنخسر. دي تالت حاجه معانا. رابع حاجه معانا الحمام التقيل، وده بيتقسم جزئين. جزء فيهم الناس بتربيه زينه زي الكينج والروماني والمستويات العاليه، والجزء التاني بيبقى حمامه للذبح، او اذا كان حد هيعمل مشروع منها يبيع عشان خاطر يطلع زغاليل لحم وكده. ودي بيبقى مثلا الرومي وبيبقى اللاحم. وفي حاجه بتتربى الاثنين، يعني في واحد مثلا بيربي شويه مثلا حاجات من اصوص متوسطه، اذا كانت كينج، اذا كانت مالتي، اذا كانت اي حاجه بيربيها، وبيلاقي مثلا زبون للحاجه بيبيع، ما بيلاقيش بيذبح، بيلاقي زبون بتاع ذبح بيبيع له. فبتنفع الاثنين. بس برضه احنا بنركز الناس اللي هي بتحب الحمامه التقيله، بتحب الحمامه اللي شكلها فخم ضخم، حمامه كده ليها هيبه. ودي طبعا احنا لما نتفرج، حتى اللي ما عندوش حمام، اليوتيوب مال الدنيا انواع حمام، جوجل التاني ممكن نعرف كل حاجه عن اي نوع حمام. فمش هنغلب ان احنا حتى لو ما عندناش اصحاب بندخل ونشوف عندهم حمام، هنلاقي حاجات كتير نقدر نعرف منها، صور،
فيديوهات، نتفرج براحتنا لحد ما نقرر نشوف ايه اللي عاجبنا في الموضوع قبل ما نشتريه. بعد ما عرفت تقسيمة الحمام عليك انك تختار ايه اللي هتبدأ بيه وتكمل فيه، لان جزء من النجاح الاستمرارية، والتطوير مش هيجي غير من تعبك وتطويرك للسلالة اللي حضرتك بتربيها. وده اللي بيفرق غاوي من التاني. في قص مثلا شقلباظ بيتباع ب50 جنيه، وقص تاني بيتباع. الفرق ما بين الاتنين ان ابو 50 جنيه ده ان صاحبه جابه ب100 جنيه وفرح بسعره الرخيص، ولما لقى الناس كلها بتصفي النوع دوت وبيربوا حاجه تاني، قال ابيع واشتري حاجه من الربحانه، فباع بال50 جنيه دي وخسر. واللي هيجيبه هيربيه نفس الكلام وهيبقى جايبه فرحان بسعره، وبعد شويه لقى ناس بتصفيه يروح بايعه ويجيب غيره. ده فرق ما بين الشخص التاني على النقيض. الشخص بتاع ابو 1000 جنيه جاب حاجه وما استخسرش في الاول، دفع فيها سعر كويس، جابه من حد امين، حاجه مضمونه، دفع سنه زياده، دفع حاجه ثمنها، ما حاولش يشغل دماغه في الاول على الفاضي. وبعد ما جاب اشتغل على السلاله واجتهد وقعد فيها سنين، ولما لقى كل الناس بتصفي قال مصلحه، السوق هيبقى المنافسه فيها تقل. وطبعا لما يجي هو عنده حاجه كان بادئ بيها مستواها مثلا 50% وصل ل 80% ولا 90%، طبعا بقي متميز عن كل اللي حواليه. فده الفرق ما بين الاتنين. كده نبقى وصلنا لنهايه الفيديو، واستنونا باذن الله في ثالث فيديو من السلسله، سلسله ازاي تبقى غاوي محترف من قصين وتعمل غيه.